دي أحلى وأسرع وأسهل طريقة لفرد وتشكيل كعب الغزال أو منين بالعجوة. ممكن تجربوها بجد، سهل وسريع جدا، طعمه حلو قوي ومغذي ومفيد. وممكن نعمل بنفس العجينة القراقيش السادة. عايزة أقول لكم دي أحلى قراقيش ممكن تجربوها. تعالوا نشوف إزاي. هنحتاج كوباية من الحليب الدافي أو كوباية من المية الدافية. نحط عليهم معلقة كبيرة من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة ونقلبهم كويس ونسيبهم لغاية ما الخميرة تتفاعل مع السكر واللبن أو المية الدافية. هنحط بقى هنا في العجانة أو في أي بولة عندكم، هنحط الدقيق بتاعنا. هنحط بقى كمان هنا معلقة كبيرة من النشا، بتديها قرمشة وطعم تحفة، يعني القرمشة بتاعتها بتفضل مدة طويلة جدا. هنحط كمان رشة ملح، رشة بسيطة بس. هنحط كمان معلقة كبيرة بيكنج باودر، وعلى الحاجات دي كلها 3 معالق من السمسم. انا محمصاهم شوية، حاجة بسيطة بس. تمام. هنحط بقى كمان كوباية من السمنة او الزبدة على الزيت، الكمية مش كتيرة، متقلقوش، يعني كمية السمنة او الزبدة مع الزيت مش كتيرة. ممكن تعملوها بزيت بس وممكن تعملوها بسمنة بس. ماشي. هننزل طبعا كل الكمية دي، مش هنسيب فتفوتة. هنزلها كلها كده. هنعمل بقى في عجان عندنا او في بولة زي ما قلت لكم بايديكم، وهنبدأ نخلط المكونات دي مع بعض. تمام. هنبدأ نقلب لغاية ما يبقوا مفرولين مع بعض كده. نقلب الخليط كل الحاجات كويس. دلوقتي احنا لسه ما حطيناش الخميرة، انا عايزة اوريها لكم. شايفين عملت فقاعات ازاي؟ ده معناها ان الخميرة بتاعتي سليمة وزي الفل. تمام. شايفين الخليط من هنا عامل زي حبيبات الرمل كده. شايفين المنظر بتاعها بقى عامل زي حبيبات الرمل كده بالظبط. تمام. اول ما نوصل للمرحله دي خلاص انا هحط بعدها الخميره مع اللبن. هنزل كل الكميه وهبدا ان انا اخلط تاني لغايه ما العجينه بقى تتلم معايا. واحدة بقى. ممكن نعمل الخطوة دي لو مش بعجان، يعني ممكن نعملها بايدينا مش هتاخد وقت، يعني احنا ما بتحتاجش ان هي تتعجن كتير، مجرد بس ما المكونات تتلم على بعضها. في المرحلة دي بقى هزود نص كوباية مية. انا حطيت هنا نص كوباية مية دافية، هنزلها تدريجي على الخليط بتاعي. يعني هنزل شوية كده، يعني ربع كوباية. وغيرت العجان، غيرت السلاح بتاع العجن، حطيت اللي هو السلاح ده مش الكف بتاع العجن يعني. وهزود الميه بقى زي ما قلت لكم، نص كوبايه ميه. هزود شويه بشويه لغايه ما العجينه تلم معايا. ممكن ميه دافيه وممكن لبن. انا بستخدم في الاول لبن وبعد كده بزود شويه ميه بشويه ميه. تمام. انا حاطه نص كوبايه. خلي بالكم هي ممكن تاخد نص كوبايه، ممكن تاخد حاجه ازيد من نص كوبايه شويه، عشان نوع الدقيق بيختلف من نوع للتاني. ممكن نوع دقيق يكتفي بنص كوبايه، ممكن نوع دقيق يكتفي بربع كوبايه فوق الكوبايه اللبن اللي احنا حاطينها. عشان كده احنا مش بنزود الكميه بتاعت نص الكوبايه دي كلها. انا هنا كده زودت الربع الباقي بتاع الميه، وهشغل العجان تاني. وكده خلاص. اعتقد انا مش هزود تاني، لو زودت حاجه هقول لكم برضه، بس
هو كده خلاص المقدار كده زي الفل قوي. انا كده خلاص العجينه معايا تمام. هغطيها بفوطه واحطها في مكان دافي تخمر، عشان احنا في ساقعه، فهحطها تخمر حوالي ساعه. لو في الحر الشديد بتاخد مثلا ربع ساعه، نص ساعه قصدي، معلش. فاحنا هنحطها تخمر ساعه وارجع لكم بعد ساعه. عجوه حطيت عليها زبده وسمنه بلدي، وهبدا ان انا اعجنها كويس كده. عشان نطريها. وانا عاوز اسالك في حاجه. تمام. بعد بقى ما العجينه خمرت معايا هبدا ان انا انزلها، وعايزه اقول لكم ما بتلزقش في الايد خالص. عايزه اقول لكم تحفه. قسمتها كده ل3 كور عشان تسهل عليا الفرد والتشكيل. وبعد كده باخد جزء جزء كده، واخد من العجوه اللي احنا عملناها وطريناها مع بعض. احنا ما بنطريش العجوه على النار، عشان لو طريتوها على النار بالسمنه البلدي عايزه اقول لكم بتنشف جدا وقت التشكيل، ووقت بعد ما تستوي من الفرن بتطلع محجره. اظن شفتوا طريقه الفرد. باخد جزء كده من العجينه وابططه شويه، وبعدين اخد شويه من العجوه بتاعتي. شايفين المنظر؟ وبعد كده ببدأ ان انا احطها في وسط العجينة واقفل عليها العجينة، وبعد كده افردها بالنشابة او المردانة زي ما بتسموها، او بايديكم، بس المهم تبقى رفيعة جدا، ونفردها كويس قوي. وما تقلقوش حتى لو جزء من العجوة طلع او بان عادي، مفيش مشكلة، احنا كده كده هنلفها. انا هنا بوريكم تاني، وهفضل اوريكم طول الفيديو، عشان عايزه اقولكم دي اسهل واسرع طريقه لفرد العجوه. بجد بجد بتبقى رقيقه وتحفه. هنا شايفين اهو فردتها، حطيت العجوه في النص، بدات بالمردانه افرد كده كويس. ورققوها على قد ما تقدروا. كل ما هترققوها كل ما نيجي نلفها هتلاقوا الطبقات احلى وهشه اكتر، وفي طبقات عجوه كتير من جوه، وطعمها بيبقى خطير. هنا ببدأ ان انا اقطعها كده بالرولات بتاعة البيتزا او السكينة العادية خالص شرايح، وبعد كده الفها رول زي السينابون كده، شبه الفكرة بالظبط. دي سريعة جدا، ما بتاخدش 10 دقايق. انا خلصت كل كمية العجين في 10 دقايق زي ما انتم شايفين كده. بلفها رول. ممكن كمان تعملوها كبيرة بقى طويلة زي ما انا وريتكم، تلفوها كلها على بعضها وبعد كده تبدأوا تقطعوا. هنا برضو عايزة اوريكم تاني، ممكن تفردوها اعرض شوية وتبططوا التمر او عجينة العجوة بتاعتكم شوية، وبعد كده تحطوها وتقفلوا عليها تفردوا، هيبقى الفرد اسهل. بس عايزة اقولكم هي كلها نفس الطريقة ونفس الحكاية. انا كنت الاول بعملها بطريقة تانية مختلفة شوية، بس عايزة اقولكم ان الطريقة دي سهلة جدا. تشكيل بقى زي ما انتوا عايزين. انا هنا قطعتها زي بتوع البسكوت، زي المقرمشات كده، القراميش بتاعت البسكوت كده، ومحشية عجوة. بس اهم حاجة خرمتها من النص بالشوكة عشان ما تقبش وشكلها يبوظ. هنا ممكن تعملوا من نفس العجينة قراقيش سادة، انا حطيت دول سادة كده. ممكن تلفوها كده الرول اللي هو شكله الاسطواني الحلزوني ده. فانتوا بقى براحتكم ابدعوا زي ما انتوا عايزين. عايزه اقول لكم ما تخلوش الشريحه طويله عشان ما تبقاش الوحدايه كبيره قوي وتخينه. طريقة بقى ان احنا ندهنها ونديها لون تحفة ويديها لمعة وطعم خطير. بنجيب معلقة من قهوة سريعة الذوبان، نحط عليها بالظبط معلقتين مية دافية او سخنة، ندوبهم فيها وننزلهم على صفار بيضة من غير البياض بس، ونقلبهم كويس مع بعض. وبالفرشة ندهن وش المعجنات عندنا، او اللي هو المنين، كعب الغزال، القراقيش اللي انتوا بتسموها اي حاجه. عايزه اقول لكم ان الطريقه دي تحفه، ما بيبقاش فيه زفاره للبيض خالص، بيبقى فيه طعم ولمعه رهيبه للحاجه اللي احنا دهنينها بالخلطه دي. عايزه اقول لكم الخلطه دي من احلى الخلطات اللي ممكن تجربوها. لا بنحط لا فانيليا ولا اي حاجه، هي رشه قهوه سريعه الذوبان ونحط عليها. وكل ما تزودوا القهوه سريعه الذوبان كل ما هتلاقوا اللون يغمق اكتر. لو عايزين اللون يبقى فاتح اكتر حطوا كميه بسيطه قوي من القهوه سريعه الذوبان مع صفار البيض. انا خلصت الكميه كلها وبدات ان انا رصيتهم في الصواني، سبتهم يرتاحوا بره الفرن قبل ما ندخلهم الفرن حوالي 10 دقايق، وبعدين دهنت وشهم ورشيت سمسم. عايزين ترشوا حبه البركه تمام. وبعد كده حطيتها على الرف الوسطاني، دخلتهم الرف الوسطاني على درجه حراره 180. عايزه اقول لكم هتاخد بالظبط
من 15 ل 20 دقيقة على حسب الفرن بتاعكم. انا ما بشغلهاش الشواية، هي الفرن طبعا بيبقى مسخن من قبل ما نشكلها عشان يبقى سخن وحامي لما تدخل. عايزه اقول لكم هي ما تاخدش اي وقت، خلي بالكم عشان ما تتحرقش من تحت، عشان العجوه كمان ما تنشف. بتطلع معاكم بقى دايبه وهشه وخطيره. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، اللي عايز يستغنى عن البيضه اللي احنا حطيناها في دهان الوش مفيش مشكله، ممكن نستخدم القهوه سريعه الذوبان بس مفيش برضو مشكله يعني. بس عايزه اقول لكم جربوا بس بنفس الطريقه كده بنفس كل حاجه، هتدوقوا احلى منين بالعجوه او احلى كعب الغزال ممكن تجربوه في الحياه. زي ما انتم شايفين كده الطبقات كتيرة، والرول من جوه العجوة في كل فتفوتة منها. عايزة اقول لكم على حاجة كمان، لو انتوا عايزين تبقى العجوة تخينة وكبيرة جواها مفيش مشكلة، عادي زودوا كمية العجوة اللي انتوا حاطينها وما تفردوهاش قوي، عشان في ناس بتحب العجوة فيها تبقى كتيرة. انا بحبها بصراحة تبقى رقيقة وطبقات كتير، بتبقى احلى. طريقة الحفظ بقى ان انا بحطها في علبة وبره التلاجة عادي، بتقعد معايا اسبوع اسبوعين، ده لو فضلت اصلا يعني. وبالهنا والشفا، جربوها وابعتولي. باي.